ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا وجبة حلوة قوي، وكل الناس معظم الناس بتحبها، وهي اسماك. النهارده معانا اسماك القرش. مطعم القرش اشترينا منه سمك وجمبري ورز وسلطة. تعالوا نشوف بقى هيعجبنا ولا مش هيعجبنا، ونشوف بقى هو عامل افتكاسة ولا انتكاسة. يلا بقى نشوف. ومعانا العلبة دي علبة الرز، ده الباكجينج بتاعه، كيس وعيش، وحاطط في العيش وحاطط فيه الاطباق اللي انتوا شايفينها، وعلبة الرز دي. هنشوف مع بعض. اهم حاجة بقى الطعم. هو الباكجينج يعني مش وحش، كويس. هنشوف بقى الطعم هيبقى ايه. ده الرز بتاعهم رز السمك، رز الصيادية، لونه بني شوية بس فاتح يعني. وكمان جايب لنا ليمون ومعلقة مع الرز. وهندوق الرز اول حاجة، ناخد معلقة منه ونشوف. يلا بقى. وهم يا جمل. ندوق كمان. هو الرز طبعا حلو، السوا بتاعه مظبوط ومفلفل، مش معجن، كويس يعني، مستوي كويس برضو، مش ني يعني ولا بيقرش ولا كده، حلو مظبوط وطعمه كويس. بس اللي انا بعمله يعني بيبقى احلى منه، بس هو حلو برضه. وده الجمبري، جمبري مقلي، آه بقشره، لا مش بقشره، براسه، راسه ديل. هو جمبري بانيه معمول ببريدنج يعني، زي ما انتوا شايفين. والجمبري حجمه كويس. وادي معاه ليمون، نعصر شوية ليمون على الجمبري. هندوق ونجرب ونشوف طعمه ايه. دي الراس. شايفين الجمبرياية يعني كبيرة ما شاء الله، ولحمها باين كده ابيض وحلو وباين عليه طازة. وتحسها طازة يعني، وتحسوا انه لحم يعني ما شاء الله. هو ببريدنج يعني مقرمش حلو، بس انا مش حاسة ان هو متبل قبل كده يعني. بس طعمه حلو، طعمه كويس. البريدنج بتاعه طعمه كويس، وهو عشان فريش. هو ميزته ان هو السمك نفسه مستوي حلو ومستوي مظبوط، وكمان فريش وكويس يعني، حجمه كمان كويس. دي سلطة الطحينة. دي سلطة الطحينة، ندوقها ونجربها ونشوف. يلا. اهي هنفتحها. يعني كانت في صعوبة شوية في اني افتحها، بس بعدين يعني ان شاء الله هتتفتح، دلوقتي هتتفتح اكيد. اخيرا، واخيرا اتفتحت.
اكلنا بيها الجمبري، دقنا بيها الجمبري طعمها حلو. ودلوقتي هدوق بالعيش، هدوقها بالعيش. بصراحة جميلة يعني. لو اكلتها على كده من غير اي حاجة تانية جنبها حلوة، لو بشوية عيش كده وخلاص يعني، رغيفين عيش كده خلاص، اتعشينا كده. بس هي مع الجمبري حلوة، والسلطة الخضرا دي. السلطة يعني الخضار فيها كويس طازة يعني، بس هي مش متبلة يعني، مش حاسة فيها ملح ولا زيت ولا ليمون ولا اي حاجة. عيبها انها مش متبلة كويس يعني. ودي السمكية بقى، ودي بصراحة اكتر حاجة عجبتني يعني. السمكة حلوة جدا مشوية، بلطي مشوي، حلوة جدا. اهي شكلها تحفة، تحس ان هي معمولة كده على فحم، مشوية على الفحم كده، وشكل الفحم يعني شكل السمكة نفسها معمولة على الفحم. وطعمها كمان فيها كده ريحة الشوي، ريحة الفحم قصدي يعني، ريحة التدخين كده. عجبتني جدا جدا، قلت عليها حلوة جدا، وريحة الفحم حلوة، ولما عصرت ليمون كمان حلوة جدا. عجبتني جدا، احلى حاجة في الاكل كله. ورز كمان كويس. بس اللي ابهرتني فعلا السمكة المشوية، طرية كده، وريحة الشوي والفحم فيها. التتبيلة بتاعتها حلوة، فيها كده من جوه بصل وطماطم طرنشات شرايح، حلو جدا. وكمان سلطة الطحينة حلوة جدا، كلها بالعيش خطيرة، تحفة. أسماك القرش في الأقصر، هو فاتح فرعين، فرع عند نادي المدينة، وفرع برضو قريب منه، في يعني قريب في نزلة المدينة نفسها، بس واحد في الفيروز وواحد في المدينة يعني، منطقة الفيروز، وواحد في المدينة. بصراحة تحفة جدا. فضروري لو حبيتوا تجربوا أي حاجة جديدة، جربوا السمكة المشوية دي، تحفة جدا. جربوها مش هتندموا إن شاء الله، حلو جدا. وطبعا الرز حلو، وسلطة الطحينة لذيذة. بس هي السلطات بتطلع مع الوجبات عادي يعني. والجمبري كويس، بس ممكن تجيبوا جمبري فيه تتبيلة كده يعني، يكون جمبري مشوي مثلا، او جمبري بصوصات معينة، ممكن يبقى احلى. بس هو حجم الجمبري وطعمه وانه فريش، بصراحة يعني اشهد له، ممتاز يعني. جربوه، مش هتندموا ان شاء الله. مع السلامة.